نستمع معكم لوصايا سيدنا أدام الله ظله سماحة السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون والمؤمنات، ها قد أطل علينا عيد الفطر المبارك، عيد الرحمة والمغفرة، بعد شهر كريم من الصيام والقيام والطاعات. إنه يوم الجوائز الإلهية، حيث يباهي الله بكم ملائكته، فتهنئة لكم بقبول الأعمال. وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات. أيها الأحبة، إن العيد وإن كان يحمل في طياته معاني السرور، إلا أن قلوب المؤمنين لتتقطع اليوم وهي ترى ما يحل بأشقائنا وإخواننا في الدين والإنسانية من ويلات ومآس. ففي الوقت الذي نكبر فيه الله فرحا بنعمته، تتعالى صرخات الأطفال وتنهمر دموع الثكالى وتتصاعد ألسنة اللهب فوق بيوت الآمنين في إيران ولبنان مع تواصل العدوان العسكري عليهما. إننا ندين بأشد العبارات هذه الحرب الظالمة، وندعو سائر المسلمين وأحرار العالم إلى التنديد بها والتضامن مع الشعبين الإيراني واللبناني المظلومين. ونناشد جميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية، لكي يبذلوا قصارى جهودهم لإيقافها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نتضرع إليك وأنت سميع الدعاء. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، واكشف عنهم البلاء، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم إنا نستودعك شهداءهم الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن ديارهم، فاجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين. اللهم ألهم ذويهم الصبر والسلوان، واشف جرحاهم وفك أسراهم. اللهم كن لأهلنا في كل مكان، وانصرهم على القوم الظالمين. أيها المؤمنون، إن الإيمان إقرار وعقيدة وعمل صالح ومواساة. وفي هذه الظروف العصيبة، حيث تتفاقم المأساة وتزداد حاجة المتضررين والنازحين، فإن واجبنا الشرعي والإنساني يحتم علينا مد يد العون والمساعدة لإخواننا المنكوبين. إن المرجعية الدينية العليا حفظها الله فتحت لنا باب الخير والبركة، وأذنت في صرف الحقوق الشرعية في سبيل تخفيف آلام المتضررين في إيران ولبنان. ولكن يجب أن يكون ذلك بطرق موثوقة، كما كاتب المرجعية العليا. إخواني أخواتي، عليكم بالاتصال بالمرجعية والوكيل، ومن يعرف مستحقين للمساعدة فبإمكانه إيصالها إليهم مباشرة من غير وسيط. أيها الأحبة، إن العيد فرصة لتجديد العهد مع الله والتسامح فيما بيننا، الأرحام، الجيران، الأصدقاء، وصلة الأرحام، والتفقد للفقراء والمساكين، خصوصا من الأرحام والجيران. وإن كانت قلوبنا مفطورة على ما يجري حولنا من آلام، فإن رحمة الله واسعة وفرجه قريب ونصره آت لا محالة إن صبرتم واتقيتم. اللهم عجل لإمامنا الفرج،
واقضي حوائجه، واجعلنا معه وإليه في كل صغيرة وكبيرة، اجعلنا معه وإليه في كل جزء من الثانية، اجعلنا معه وإليه سامعين مطيعين منقادين متمسكين بالثقلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.